عرفني بنفسك، اسمك وكليتك. أسامة أيمن محمود. الشهرة أسقس. كلية تربية رياضية. حلمك ايه يا أسامة؟ والله يعني وأنا يعتبر أحلامي يعني من كل فترة كانت بتتغير. طب أول حلم كان ايه ومثلا؟ يعني مثلا وأنا في فترة الطفولة كان نفسي أوي إن أنا أكون لاعب كورة. وسعيت جامد ورحت كذا نادي. كان نفسي إن أنا ألعب في نادي يكون كبير. طب ودلوقتي حلمك؟ طبعا ما حصلش نصيب وكده. بعديها بقى الثانوية وكده يعني بقيت متردد ان انا سبت الكوره خالص، بقيت عن الكوره في الوقت ده، فما بقيتش عارف انا عايز ايه بالظبط. ودلوقتي انت عايز حاجه معينه؟ دلوقتي انا لما دخلت الكليه يعني سبت الكوره، سبت مجال الكوره ودخلت في مجال السباحه. استغنيت عن حلمك؟ ليه؟ علشان ما لقيتش الكوره يعني ملهاش لازمه في مصر. مين قال كده؟ انا اللي بقول. وانا بقول سعيد جامد قوي. ما كانش فيه اي فرصه ان انا افتح ليا. طبعا زي ما قلت لك بقى ان انا كان نفسي ابقى لاعب كوره كده، فما حصلش نصيب، فاتجهت لمجال السباحه. الحمد لله دلوقتي انا مدرب في نادي الشمس، وبرضه معايا شغل لنفسي. تمام الحمد لله. يعني حلمك ايه بقى بعد ما بقيت مدرب؟ يعني عايز اكون احسن حاجه، يعني عايز تكون افضل مدرب يطلع اجيال جايه. اكيد طبعا اكيد. حلمك هو ده بس ولا في لا طبعا تانية؟ لا مش هقف هنا بس، انا عايز اكون يعني اكتر من كده، يعني مش اللي انا اقف على مدرب بس. طب ايه مثلا؟ ما هو بقى يعني انا دلوقتي حدد حاجه. يعني انا نفسي مثلا بصراحه نفسي اخش في موضوع العلاج الطبيعي. اعاده تاهيل كل الكلام ده انا نفسي ان انا ابدا فيه، بس هو يمكن ما فيش وقت معايا دلوقتي. يعني انا من الكليه للشغل وكده، فما فيش وقت متيح ليا دلوقتي. بس هي في هدفك هتحققها. ان شاء الله. يعني ممكن تاخد فيها دكتوراه وتبقى دكتور. اكيد طبعا ان شاء الله تبقى افضل دكتور. طب عايزه اسالك بقى سؤال بقى، غلطتي ان انا بلعب كتير قوي، مش بحط دايما وقت لنفسي ان انا امشي مثلا على سيستم او الكلام ده كله. مفيش يعني بيبقى عندي وقت فراغ كتير ما بعرفش ان انا استغله صح. بقعد على الموبايل كتير. طب ما انت عارفها اهو، طب ليه ما انا اكيد طبعا بحاول. يعني انت بتقول انك عندك وقت فراغ ما بتعرفش تستغله، في نفس الوقت تقول لي انا مش فاضي دلوقتي. لا ما هو مش فاضي عشان خاطر الوقت اللي انا مستغله في كده. يعني انا مثلا انا بخلص مثلا اللي قلت لك، وبعد كده مثلا اللي انا مش عندي فيها كليه بقى في الشغل فيها. برجع من الشغل انا مثلا بخلص مثلا لغايه الساعه 4 مثلا في النادي، برجع اللي هو انا معايا من اول الوقت ده كله كده لحد انت ما فيش وقت طول الليل، انا ده كله فاضي. طب ناوي تصلح الغلطه دي؟ اكيد طبعا. انا نفسي ولا هتسرح؟ لا اكيد. انا دلوقتي يمكن انا مقضي دلوقتي اللي هو يعني وقت فراغ اكتر ليا، بحب ان انا يعني اعيش حياتي علشان خاطر اللي انا وقت ما اجي في الجد. بالعكس انت في الوقت دوت هو سن السعي انك تحاول. طب انا اكيد وتتعب قوي. اكيد ما تعيش لنفسك دلوقتي. انا بعيش لنفسي. هتعيش بعدين. لا انا بعيش لنفسي وبشتغل على نفسي، يعني الاثنين في نفس الوقت. صاحب اللينك كده. بس لا بجد بس في مجالي، يعني انا شغال في مجالي. يعني انا دلوقتي عايز اطور من نفسي اكتر واكتر في المجال اللي انا فيه دلوقتي. بعد كده اشوف اللي انا عايزه الحاجه الثانيه. فاهماني؟ ان شاء الله ربنا يوفقك تكون افضل دكتور، وتكون يعني بما انك قلت ان شاء الله تعالج ناس كتير يطلعوا من تحت ايديك. نفسي بجد. وافضل مدرب تطلع اجيال كويسه مدربين سباحه، صح؟ ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. وتحقق حلمك لو جات لك فرصه كرة قدم انك تسافر وتكون هناك. هو انا كده موضوع السفر ده يعني انا ان شاء الله يعني احطه في اول اولوياتي، ان انا يعني اخلص وان انا موضوع ان انا اسافر. ان شاء الله تسافر وكون ما تستغناش عنه برضو. شوف دور دايما على مخرج، او دايما دور على حاجه انك توصل لها. اكيد طبعا. مش لا انا خلاص انا هنا هبقى في الزون. لا بالعكس انا دايما بحط نفسي قدامي اعلى من اللي انا شايفه بكتير. هو مين الداعم ليك او مين اللي واقف جنبك في كل الاحلام دي؟ امي كل حاجه معاك، يعني دايما معاك كل حاجه. طب وبقيت الاسره صح؟ بصراحه كده اخويا الكبير هو يمكن هو اكتر واحد كان بيقف معايا، اللي هو يعني يدعمني ويذاكر لي ويحط لي اهداف قدامي. يعني اقدر اقول ان والدتك واخوك هم اكبر داعمين. بس امي اكتر سبورت كتير طبعا. بعدها ابويا هو اللي كان بيبقى معايا، هو اللي كان بيذاكر لي، هو اللي بيبقى قاعد معايا في كل حاجه.
كده. بس امي هي كل حاجه. اكيد طبعا. شكرا جدا يا اسامه.